هذه الطائرة ربما أيضا طبعا وتم من خلالها التأكيد على أن الجهود ستبقى مستمرة والتعاون الحثيث لربما استكشاف وضرورة معرفة ملابسات الحادث، حادث اختفاء الطائرة المصرية التي كانت متوجهة من شارل ديغول إلى القاهرة، مطار شارل ديغول في فرنسا إلى القاهرة. إذا تم تشكيل خلية أزمة أيضا في مطار شارل ديغول، مطار شارل ديغول، لمتابعة آخر التطورات أيضا واستقبال أهالي من هم على متن الطائرة من الجانب الفرنسي. وهذه الخلية كانت في مطار شارل ديغول. دعونا نستمع الآن. إنه من بين طاقم هذه الطائرة كان هناك 3 من أفراد الأمن المصري، وهذه إجراءات اعتيادية في الطائرات التابعة للطيران المصري. ليس لدينا أي معلومات إضافية غير ذلك.